السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا شخص عاري في المنام. أن تشاهد شخص سواء كان قريب أو غريب تعرفه أو لا، هو عاري في المنام، أو ترى نفسك عاري أيضا في المنام. رؤية شخص عاري من الرؤى الشائعة التي يراها العديد من الأشخاص في منامهم، والتي تثير لديهم الفضول والرغبة الشديدة في معرفة تفسيرها. قال العالم الكبير ابن سيرين أن رؤية شخص عاري في المنام دلالة على أن صاحب الحلم يتخذ جميع قراراته بسرعة وطيش، وهذا يجعله يقع في العديد من المشكلات والأزمات الكبيرة التي فوق قدرة تحمله. وأكد العالم الكبير ابن سيرين: إذا شاهد الرائي وجود شخص عاري في منامه، فتلك إشارة على أنه طوال الوقت يبالغ في التصرف في جميع أمور حياته بشكل كبير. فسر أيضا العالم ابن سيرين أن رؤية وجود شخص عاري أثناء نوم الحالم يشير إلى أنه يشعر باليأس بسبب عدم قدرته على تحقيق الأهداف والطموحات التي كان يرغب ويأمل فيها منذ فترة طويلة. رؤية تعري شخص أعرفه في المنام دلالة على أن الله سوف يفتح لصاحب الحلم الكثير من مصادر الرزق الواسعة التي تجعله يرفع من مستواه المادي والاجتماعي بشكل كبير خلال الفترة القادمة. تفسير حلم الشخص نفسه عاريا: إذا رأى الحالم نفسه عاريا وكان لا يشعر بالخجل في منامه، إشارة إلى كونه إنسان صالح لا يقصر في علاقته بربه، وطوال الوقت يقدم الكثير من المساعدات الكبيرة لجميع الأشخاص المحتاجين المتواجدين حوله لكي يزيد من مكانته عند ربه. رؤية الشخص نفسه عاريا أيضا دلالة على كونه شخص جدير بالثقة، يتخذ جميع القرارات الهامة المتعلقة بحياته سواء كانت شخصية أو عملية بنفسه، ولا يسمح لأي شخص مهما كانت درجة قربه منه أن يتدخل في حياته. رؤية شخص أعرفه عاريا في المنام دلالة على أن صاحب الحلم يتلقى الكثير من الأحداث التي سوف يشعر من خلالها ببعض التوتر سواء كانت في الحياة العملية أو الاجتماعية. رؤية المطلقة إلى شخص عاري في منامها فسوف تتمكن من التخلص من جميع المشكلات والأزمات التي كانت تؤثر على حياتها بشكل كبير. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.